في يوم 4 نوفمبر سنة 1971 الجو في مطار بورتلاند كان كئيب وممطر جدا، وفي وسط الزحمة دي ظهر راجل ملامحه هادية بشكل مش طبيعي في الأربعينات من عمره، لابس بدلة شيك وقميص أبيض مكوي ورابط جرافطة على رقبته لونها أسود، وماسك في إيده شنطة سامسونايت سودا. الراجل ده قرب من شباك التذاكر وحجز تذكرة ذهاب بس لمدينة سياتل، وسجل اسمه دان كوبر. وقتها ركب الطيارة البوينج 727 وقعد في الكرسي 18 سي، وطلب المشروب بتاعه المفضل وولع سيجارة. وقتها كانت السجاير مسموحة في الطيارة عادي، وكان باين عليه إنه راجل أعمال مسافر في رحلة عادية جدا. لكن بمجرد ما الطيارة طلعت في الجو نادى المضيفة واداها ورقة في إيديها. المضيفة افتكرت وقتها إن هو بيعاكسها فحطت الورقة في جيبها، ولكن كوبر بصلها بابتسامة غامضة وقال لها بصوت هادي: يا أنسة، أحسن لك تشوفي الورقة دي، أنا معايا قنبلة. مضيفة الطيران فتحت الورقة وهي بتترعش ولقت مكتوب بخط واضح: أنا معايا قنبلة في الشنطة وتعالي اقعدي جنبي. قعدت المضيفة وهي مش مصدقة الكلام. كوبر فتح الشنطة بالراحة وخلاها تشوف 8 اسطوانات حمراء متوصلة بأسلاك وبطارية ضخمة. دي قنبلة فعلا حقيقية. طلباته كانت محددة جدا: عايز 200 ألف دولار فئة $20 و4 باراشوتات وعربية وقود تكون مستنيانا في المطار بتاع سياتل. ال FBI لما عرف الخبر ده بدأت حالة الطوارئ تكون في أعلى حالتها. الطيارة فضلت تلف فوق مطار سياتل لمدة ساعتين عشان يجمعوا الطلبات بتاعته، وكوبر طول الساعتين دول كان أهدى واحد في الطيارة. كان بيوصف للمضيفة معالم الأرض من فوق وكأنه طيار محترف، لدرجة إنه طلب يدفع تمن المشروبات قبل ما ينط من الطيارة. والساعة 6:15 المغرب الطيارة نزلت مطار سياتل. كوبر استلم الفلوس والباراشوتات وساب الركاب يخرجوا، وطلب من الطيار إن هو يطير لمكسيكو سيتي، وحدد للكابتن شروط هندسية مستحيلة: إنه يطير على ارتفاع منخفض 10,000 قدم بس، وإنه كمان يطير على سرعة بطيئة جدا، وكمان ينزل العجل ويخلي الأبواب بتاعة الطيارة مفتوحة. والساعة 8 بالليل في وسط عاصفة رعدية ومطر وتلج لمبة في كابينة القيادة نورت. الباب الخلفي اتفتح. الطيار نادى في اللاسلكي: هل في حاجة نقدر نعملها لك؟ ولكن الرد جه بكلمة واحدة بس: لأ. كوبر وقتها ربط الفلوس في وسطه ولبس الباراشوت بتاعه ونط في قلب الضلمة واختفى للأبد. وعشان نفهم كوبر لازم نبص عليه بعيون المضيفات بتوع الطيارة. كوبر ما كانش مجرد مجرم، ده كان جنتلمان غريب. كان لابس قميص أبيض مكوي كويس جدا وجرافطة سودا كلاسيكية متثبتة بدبوس ذهبي شيك جدا. والمضيفة كمان حكت إنه كان بيشرب سجاير من نوع معين ورا بعض، وكان بيطلب المشروب بتاعه وبيدفع تمنه بالباقي، ورفض ياخد الباقي كإكرامية. والحاجة الغريبة في الموضوع إن هو لما نط من الطيارة ساب الجرافطة بتاعته موجودة. وفي سنة 2011 ال FBI فحصت الجرافطة دي بتلسكوب قوي جدا، ولقوا عليها أكتر من 100,000 ذرة من معادن نادرة زي التيتانيوم النقي. والمعدن ده ما كانش بيستخدم وقتها غير في مشروع طيارة SST السرية اللي كانت شركة بوينج بتبنيها وبتكنسل المشروع قبل الحادثة بشهور قليلة. ده معناه إن كوبر ده ممكن يكون مهندس طيران برتبة عبقري، وكان عارف إن مفيش حد هيعرف يفتش ورا ذرات المعدن ده وقتها. وأثناء ما كوبر كان قاعد بهدوء كابينة القيادة كانت بتغلي. كابتن الطيارة ويليام سكوت كان في تواصل لحظي مع ال FBI، وال FBI كانوا بيحاولوا إن هم يمطلوا بحجة الزحمة في المطار. لكن كوبر الحقيقة كان ذكي جدا، بص في ساعته وقال للمضيفة: قول للطيار بلاش الحركات الهبلة اللي بيعملها والمماطلة دي، المطار فاضي وأنا عارف ده كويس. كمان ال FBI فكروا يدوله باراشوتات بايظة، ولكن خافوا إن هو يفتشها أو يطلب من حد من الطاقم ينط معاه، فقالوا يدوله باراشوتات حقيقية. ولكن كوبر اختار الباراشوت التدريب الغلط، اللي هو بمعنى أصح كان بايظ ومش بيتفتح. وده واحد من أسباب اعتقاد البعض إن هو أول ما نط من الطيارة مات. تعرفوا إن في نظرية مجنونة بتقول إن المضيفة بتاعة الطيران كانت شريكة معاه في الموضوع ده. طب ليه؟ لأنها كانت أكتر واحدة قعدت معاه في الطيارة، وهي اللي ساعدته يلبس الباراشوت. ولما سألوها بعد كده عن ملامحه كانت بتدي أوصاف متناقضة شوية. والأغرب من كده إن هي اختفت من الإعلام تماما بعدها، ورفضت تعمل أي انترفيو طول حياتها. عايز أقول لكم إن كوبر ما كانش بيختار عشوائي، هو اختار طيارة البوينج 727 لسبب عبقري. دي كانت الطيارة الوحيدة اللي فيها باب خلفي يقدر يتفتح وهي في الجو من غير ما الطيارة تفقد التوازن بتاعها. كوبر طلب الطيران على ارتفاع 10,000 قدم بس، والسرعة تكون بطيئة جدا. المهندسين بيقولوا إن الشروط دي خلت الطيارة ثابتة عشان يقدر يفتح الباب الخلفي وينط من غير ما ديل الطيارة يخبط فيه ويموته. كمان كوبر رفض إن هو ياخد الباراشوتات العسكرية واختار اليدوية. طب ليه؟
عشان يتحكم في لحظة الفتح وما يبانش في رادارات الطيارات الحربية اللي كانت مراقباه. يعني بشكل أوضح كوبر كان بيحارب دولة كاملة بعلم الفيزياء. وقبل ما ينط من الطيارة، في مجلة كان بيقرأ فيها ال FBI لقوا عليها بصمات، ولكن لما جم يقارنوها بكل المجرمين في العالم ما اتطبقتش مع أي حد. وده معناه إن كوبر ملهوش أي ملف أصلا في أي جهة أمنية، كأنه ظهر من العدم واختفى في العدم. بعد كام شهر ظهر شخص اسمه ريتشارد ماكوي. ماكوي ده كان جندي سابق وخبير قفز بالمظلات، وعمل كوبي بيست بالظبط اللي عمله كوبر. ركب طيارة وهدد بقنبلة وطلب 500 ألف دولار ونط من الطيارة. وقتها الشرطة قبضت عليه، والاف بي اي كان متأكد ان هو كوبر، وكمان الملامح بتاعته كانت شبه الرسم التخيلي جدا، وعنده كمان نفس الخبرة. بس المضيفات لما شافوه قالوا لا، ده مش هو. كوبر كان أهدى وأكبر في السن. ولكن بعد كده ماكوي هرب من السجن ومات في ضرب نار مع الشرطة، وفضل الموضوع ده كمان لغز. هل ماكوي هو كوبر اللي طور مهاراته ولا مجرد واحد بيقلده؟ المنطقة اللي كوبر نط فيها هي منطقة غابات كثيفة جدا وجبال صعبة. الاف بي اي عمل أكبر عملية تمشيط في تاريخ أمريكا وملقوش أي أثر. وسنة 1980 طفل صغير لقى 3 رزم فلوس قديمة متهالكة على ضفة النهر، ودي كانت نفس الفلوس اللي خدها كوبر. كانوا حوالي 5800 دولار بس، والفلوس كانت لسه متربطة بالأساتك الأصلية. كمان الاف بي اي لاحظ حاجة غريبة جدا، الرزم كان ناقص منها كام ورقة بس، مش من الأطراف، لأ من النص. والأغرب إن ترتيب الأرقام التسلسلية للفلوس اللي لقوها ما كانش ماشي مع ترتيب الرزم اللي كوبر استلمها. دي بتقول إن كوبر فتح الشنطة وهو في الغابة وقعد ينقي فلوس معينة ويرمي الباقي. طب ليه؟ محدش عارف. كمان عايز اقول لكم ان الفلوس دي كانت بعيدة جدا عن المنطقة اللي هو نط فيها. هل كوبر مات والفلوس دي فضلت ماشية مع النهر، ولا كوبر رماها عشان يضلل الشرطة؟ العلماء اكتشفوا ان الفلوس دي ما اتدفنتش غير بعد شهور من الحادثة، وده لغز يعتبر ملهوش حل. وسنة 2016 الاف بي اي قفل ملف دي بي كوبر بعد 45 سنة. كوبر ما كانش مجرد مجرم عادي، هو بقى أسطورة، الناس بتلبس زيه واتعملت عنه أفلام كتير جدا. أنا محمد وحكيت لكم الحكاية زي ما هي، ومستني أسمع رأيكم في التعليقات.